وفاة أسطورة الأكشن تشاك نوريس، القصة الكاملة وسبب وفاة الرجل الذي أرعب الأعداء في السينما والواقع. لكن قبل ذلك يرجى منكم الانضمام إلينا والاشتراك في القناة. في عالم السينما هناك أبطال أكشن كثر، لكن هناك اسم واحد تحول إلى أسطورة حقيقية، رجل قيل عنه في نكات الإنترنت أن المستحيل يخاف منه، رجل جمع بين الفنون القتالية والسينما والهبة، إنه تشاك نوريس. لكن اليوم الجمعة 20 مارس 2026 استيقظ العالم على خبر رحيل أسطورة الأكشن عن عمر 86 سنة. فمن هو هذا الرجل؟ وكيف تحول من جندي بسيط إلى أحد أشهر نجوم الأكشن في التاريخ؟ ولد تشاك نوريس سنة 1940 في ولاية أوكلاهوما الأمريكية. طفولته لم تكن سهلة، كان خجولا وضعيف البنية، ولم يكن أحد يتوقع أن يصبح يوما أسطورة في القتال. لكن كل شيء تغير عندما التحق بالجيش الأمريكي وأرسل إلى كوريا الجنوبية. هناك اكتشف عالم الفنون القتالية، بدأ يتعلم الكاراتيه، وبعد سنوات قليلة فقط أصبح من أفضل المقاتلين في العالم. في نهاية الستينات حقق تشاك نوريس إنجازا مذهلا، حيث أصبح بطل العالم في الكاراتيه لعدة سنوات متتالية، وكان بين تلاميذه في تدريب عدد من نجوم هوليوود. ومن هنا بدأت رحلته نحو السينما، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية وكان نجم الشاشة في عصره. وحول سبب وفاته، التقارير تشير إلى أن تشاك نوريس نقل على وجه السرعة إلى المستشفى في هاواي بعد حالة طبية طارئة، إذ أشار أحد المقربين منها إلى أنه كان يتدرب ويتمتع بمزاج مرح يوم الأربعاء قبيل وفاته، وطلبت العائلة الإبقاء على سبب وملابسات الوفاة.